السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. غنشارك معكم الفلفلة حمراء. عندي هنايا 2.5 كيلو ديال الفلفلة حمراء، جبتها غسلتها ومسحتها مزيان حتى نشفتها، ودابا غادي نقطعها على هذا الشكل هذا. غنقسمها غير في النص، ما غاديش نقطعها كما العاده، لحقاش هذه جاتني سهله. الطريقه هذه صايبتها، كنصايبها يعني من بعد ما شاركتها معكم وليت كنصايبها بالدار دائما. الطريقه هذه كتجيني سهله لا في كيفاش نشفها ولا كيفاش نيبسها ولا في التقطع ديالها، كتجي هكا سهله. كنحيد لها غير الزريعه ديالها وهذاك المجني ديالها. غنقيها بحال هكا كلها. نحاول نحيد لها الزريعه كلها. دابا جبت هاد اللاطه ديال الفران، فرشتها بالورق وغادي نستف فيها هاد الفلفله كلها. يعني هي كثيره ما غاديش تهز لي في لاطه وحده، غادي نعاود ندير واحده اخرى ونشعل. بالنسبه للفران شعلته من قبل، من يسخن الفران كنقصلو شعله العافيه غير من الفوق، ما دايرش الفوق والتحت، ودرجه الحراره يعني 100 هكاك، غير 100. واللي عنده الفران سخون بزاف قل من 100، يعني باش ما تحرقش، غير بحال الشمس، يعني بحال السخونيه ديال الشمس. وكنخليها هكا نسد عليها في الفران وكنخليها هكا، يعني راه تماك مره كنطلل عليها شويه حتى كتبس. هذا بقى لي النص الاخر درتو في الفران. هذا النص الاخر باقي ما درتوش، يلا قطعته وحطيته. دابا ها هي الطاوه، هي بحال اللي نزلات شويه، هي ما ناشفاش باقا رطبه. غنديرها في واحد اللاطه واحده اخرى وغنحشيها في نفس الفران، يعني غنخليها ديك السخونيه كتدخل فيها، ديك السخونيه بها كتيبس. وغنعاود نستف هاد اللاطه هادي غنديرها قبلت العافيه. وهاد اللاطه اللي نزلت غنديرها في الجهه التحتانيه، غنخليها تبقى تماك حتى تيبس، يعني غتيبس غير بداك الصهد اللي جاي من الجهه الفوق، لحقاش لتحت ما شعلاش عليه. دابا بعد ما نزلت هاد اللاطه الثانيه غنجر هاد الفلفله اللي نزلت، غنجرها للجهه الاخرى. هي يلاه رطابت، يلا نشفت من الماء ديالها ورطابت. دابا غندير داك النص اللي بقى لي الشي الاخر ونخليها تنشف مره ونطلل عليها شويه باش هذيك اللي نشفت من قبل نرجعها عند هذيك الاولى. غنخليها هكا في الفران حتى كتيبس. يعني ها هي يبست دابا، راه ما محروقاش، راه غير يابسه. منين يبست اللون ديالها تبدل وتقرمشت ولات كتفتت، يعني تكي عليها غير بيدك كتبقى تفتت. هي كتاخذ واحد الوقت طويل ديال في الفران، ولكن كتكون نتيجه مزيانه.
دابا غنديرها تطحن. درتها في الخلاط، يعني نطحنها مزيان. انا كنطحن في هذا الكاس هذا ديال العصير، كنطحن فيه لحقاش كيهز كتير. هادشي كله يلا هز ليا هاد الخلاط، يعني ملي كتيبس كتقلال كيولي غير شويه. دابا بعد ما طحنتها درت لها هاد الميكا من الفوق باش ما يخرج لياش يعني داك البودره ديالها تخرج، يعني الا كان غير الغطايه ديالها كتخرج. دابا غنغربلها. هي تبارك الله ولات فنه غزاله، خرجت الفلفله ديال الدار وعلى يديا صايبتها. انا دائما كنصايبها، غير دابا بغيت نشاركها معكم وصافي. اللون ديالها تبارك الله حمار زوين، يعني كما كنت باغاه هنايا هي هذه. دابا ما غالياش الفلفله في السوق، ما غالياش، كدير ما بين 6 دراهم 7 دراهم الكيلو. يعني انا بالنسبه ليا جاتني رخيصه زوينه، يعني مره في الشهر يدير الواحد بحال هكا احسن ما يجيب هذيك ديال السوق. تبارك الله فنه، كتجي بنينه لا في القطاني ولا في الحوت ولا في التشرميله، كلها كتجي زوينه. وهذا هو الفيديو اللي شاركته معكم، كنتمنى يعجبكم وتبارك الله عليكم.